فاحنا اخر العيد سنة 96 اخر عيد الغدير، قلت لهم بس انا عاوز اسأل كام سؤال ومش لازم تردوا بالوقت، ممكن تاخدوا وقت وتبقوا تردوا عليها. بالله عليكم اي عاقل يرضى ان يأخذ دينه عن ابي هريرة؟ اي عاقل في الدنيا؟ قالوا ازاي يعني؟ قلت يعني الوقت احنا في زمانه، انا هجيب لك واحد ماشي شايل قطة وماشي بيها، كل ما يعدي على بيت يطلقها تدخل يروح داخل وراها يلاقي اي طبق فيه اكل يقعد ياكل ويسحب القطة ويطلع، على ما يجوع يطلقها في بيت ثاني. قلت انت مجرد ما تشوف واحد على الحالة دي ايه اللي تحكموا عليه؟ كان احكم انه هو مختل عقليا، واحد شايل قطة وماشي بيها طول النهار يبقى واتخلق. اهو ده ابو هريرة بتاعكم. ينفع تاخذوا عنه الدين؟ واحد مختل عقليا شايل قطة بيلف بيها طول النهار، ينفع اخذ عنه ديني؟ يعني ديني الذي القى الله عليه. ابو هريرة ده عمل عمايل الله ينتقم منه. طيب اقول لكم على حاجة، مع اني انا مش عاوز موضوع الرؤيات اشغل الوقت بيها لان في حاجات اهم من الرؤيات، لكن على ذكر ابو هريرة في ليلة، ده طبعا بعد اعلان الولاية، انا نايم قدام بيت سيدنا النبي بيت الزهراء في المدينة الشريفة، فلقيت مولانا امير المؤمنين واقف، مولانا الامام واقف، بس في صورة غير اللي انا عارفها وبشوفه عليه. تعرفين الرجل العملاق ضخم الجسد العالي، الامام واقف في الصورة دي، واقف قدام البيت النبوي، حراسة على البيت النبوي عشان ما فيش اي شائبة تدخل هنا. وانا عمال اتفرج على الامام عالي وطويل، ايه ده عامل كده ليه؟ وعمال في الرؤية انا قدام الامام ولا الضفدع بالنسبة للهيبة فسمعت واحد بينادي بيقول ابو هريرة، التفت لقيت ابو هريرة زي الجنفد، رحت كابس فوق واضرب فيه، هو يروح جلبني على الارض ولا ارجع اجلبه. ابو هريرة مسحت بيه، شوف مرمطته في الارض. وبعدين اثناء المشادة دي اذ بامير المؤمنين بينادي عليا، قال يا ولد. نعم التفت، راح بيد الشريفة وراح زاجل علي حلة فيها محشي كرنب. شوف الحلة وهي نازلة من على النار مولعة، محشي كرنب. عارفين محشي كرنب؟ ورق الكرنب بنحاشي رز وبنطبخ، مش عارفينه؟ ها؟ طيب الامام زجل علي الحلة فيها المحشي دي مولعة نار، انا تلقيتها، الامام حدثها كده وانا تلقيتها وفي وجه ابو هريرة رحت ملابس فيها. دي مسألة بمناسبة ذكر ابو هريرة بس. طيب